المتأهل بين المغرب وإيران في مواجهة منتظرة كبيرة بين المنتخبين. المغرب الذي تصدر المجموعة، نعم تصدر المجموعة على حساب الإكوادور، على حساب إندونيسيا، وعلى حساب منتخب بنما، بينما المنتخب الإيراني الذي انتصر في بداية المشوار على البرازيل 3-2، لكن في نهاية المطاف أنهى دور المجموعات في المركز الثالث. هنا نتكلم عن حسابات على مستوى الأهداف، على مستوى المواجهات المباشرة. الصدارة إنجليزية، الوصافة برازيلية، إيران في المركز الثالث، وبالتالي المعطيات نعم في نهاية المطاف جعلتنا سنتابع إيران المغرب في دور الثمن النهائي بين متصدر هو عبد الحميد مع علي اللي اسمع 3 ولكن السقف الآن صراعنا تلعب هذه الركنية مرفوع الكرة بالراس، هذه الإعادة الارتقاء والضربة الراسية من يسرى. هنا الحموني يعكس الكرة ولكن تمشي الكرة لكوتون. هنا يطيب من الارتقاءات الإيرانية والراسية برا. دارفيش هو من سدد ولكن تخرج يرفع كرة نيمة في القائمة الثاني بالراس. حمد تمشي إيرانية 1-1 المراوغة، وبعد ذلك الحكم يقول خاطئ. كوتون ودي صعبة. حموني هنا يعكس الكرة، حموني في مخاطرة كبيرة يا سعيد، ترفع كرة في القائمة الثالثة وطه. الكرة بعد ذلك تتحول إلى الركنية أخرى إيرانية، ترفع والمتابعة بالراس. يا طه يا طه يا طه يا طه يا طه، ماذا قلت يا طه؟ ماذا؟ تبادل جميل، تبادل جميل، كل ما كانت. هنا الحموني في الصراع، حموني يكسب التازة جدا على يد مالي 5-0، بينما كرة أمامية وطاب والعرضية الثانية شيبة. وأنا قلت لا يمكن أن تنكمش للخلف طيلة. كرة مغربية في هذه اللحظات، مغربي فرصة مع علي والزواني. هل يفعل بودلال مرة أخرى في القائمة الأول ذات إجراء القرعة الخاصة بالكان؟ يعني من حقيقة يعني لم تواصل في الكرة، وكان متوقع أنها ستذهب للدفاعات الإيراف الأيسر لعناصر المنتخب. إسماعيل يرفع إسماعيل تقدم يا الحموني، فرصة الحموني العرضية. أنس سريع، أنس يا أنس، الكرة 11 دقيقة. أيوب شيخون وبالراس الإشارة، يرفع كرة في المنطقة وبالراس. ناير بعد ذلك مع معلي، الناير كل الالتحامات. هنا الكرة على أمامية طاب معلي سدد. الحموني يمشي الحموني، يمر الحموني، ثم الوحيدة المعروفة ترفع الكرة والرأي مسك الكرة المغربي باريدي. التبديل في خط وسط الميدان. شوت يا أناس يحاول الدخول، أناس في الاستلام، أناس يحاول يمر والدفاع. حموني يلا يا حموني لوضعية التسلل، وهنا الخطأ. طه يتصدى حرة لفائدة المنتخب المغربي، لكن في هذه شوف واضحة. مرور هنا مراوغة وتسديدة. روعة منك يا الحموني، كنت قريبا من الهدف الأول، كنت قريبا. الكرة هنا تسديدة، جول. كتيبة يلا يا كتيبة، وخطير وجول. يا أناس غير معقول، هذه فرصة. الحموني حاول، الحموني مرر في اتجاه، هذا هو اللاعب الخطير، هذا هو اللاعب رقم 10. يحط الكرة لأناس، يمشي أناس ينقلها، التسديدة بعد ذلك المراوغة الثانية. طمع فيها الناير، لا يا الناير طمعت. ممكن معاك يا بودلال، الراس. حمزة يرفع كرة، حمزة لا زالت مرة أخرى تمريرة، خطير وجول. ركنية مناطق الإيرانيين، هذه عرضية. أناس والركنية ضربة تسديد، حذاري من التسديد ولكن بعيدة. علي يبحث عن التسديد لكن بعيدة. نيم العرضية خطيرة والهدف
والهدف الايراني اسماعيل جوليساي يسجل اول اهداف المباراه لفائده المنتخب الايراني. هدف ياتي ضد مجرى اللعب، وهذا ما كنا نتخوف منه، هذا ما كنا نتخوف منه مشاهدي الكرام، انه هدف مفاجئ، هدف مباغت، هدف ياتي ضد مسار واتجاه. كان في خطا الزواني مر، الزواني يعكس هذه بالنسبه للمنتخب المغربي. استلام هذه الكره العرضيه، المتابعه للحارس حموني. الان حموني يعكس الحموني قاتل من اجل الكره. كان في خطا معالي راوغ، معالي فيها خطا وفيها انذار. الزواني برافو الزواني، والزان والعارضه وفرصه جول، لمسه يد ماذا، اي حظ عاثر هذا يقف امام اللاعبين المغربيين. حسين عبدي كره تمشي اماميه وطه تتفق، لكن الان تعمل تغييرين في التوازن. طه يلعب دور المدافع، وقت بدل ضايع. هنا الكره العرض الجزاء، محاوله وتسديده من وزان، مسانده حمزه كوتون، يعكس كوتون في اتجاه وزان وبالراس. هذه جول، هذه جول، هذه جول، التعادل عن طريق العزاوزي، التعادل في الوقت البدل الضايع، التعادل بمجهود رائع من وزان. هذا الحموني يرفع في القائمة الثاني، ولا ننتظر بعد 90 دقيقة. لا الثاني، والمتابعة من الحارس الإيرانية بقامات طويلة، ولكن العزاوزي اتجاه وزان. الإيراني المغربي يمشي ناحية لعبة شليغمو، استلام حمزة بودلال بودلالي وزان يسجل. من السهل انك تلعب باش دار لإعادة مجددا. عزاوزي برافو عزاوزي، قدام نافاري بهدفين مقابل هدف واحد. نزيز هذا الحارس في جهه، كورتك يا طه، جابها طه طاهر يمشي لتنفيذ. طاهر يقول للبرتغال